ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلام. النهاردة الخبر اللي معانا وهو عودة البهجة شريهان تتألق بفستان لامع وتلهب احتفالية المتحف المصري الكبير. تعالوا بينا نشوف التفاصيل، بس قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش تصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وتكملوا الفيديو للنهاية فضلا منكم وليس أمر، عشان تعرفوا التفاصيل. في ظهور في ظهور فني استثنائي أعاد إليها بريقها المعهود، خطفت النجمة شريهان الأنظار خلال مشاركتها في إحدى فقرات احتفالية المتحف المصري الكبير المقامة حاليا بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من قادة زعماء الدول والشخصيات العامة والنجوم ووسائل الإعلام المصرية والعالمية. وظهرت شريهان بإطلالة أنيقة متألقة مرتدية فستانا لامعا مرصعا بالكريستال، خطف الأنظار على المسرح تحت أضواء الحفل المبهرة، وقدمت فقرتها بابتسامة وثقة كبيرة لتعيد إلى الأذهان تألقها المعروف في المسرح والاستعراض، حيث حظيت بتصفيق حار من الحضور الذين عبروا عن سعادتهم بعودتها للواجهة الفنية بعد فترة من الغياب. وتعد احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير واحدة من أبرز الأحداث الثقافية والفنية في تاريخ مصر الحديث، حيث شهدت حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من قادة وزعماء العالم، إلى جانب نخبة من نجوم الفن والثقافة والإعلام من داخل مصر وخارجها. ويقام الحفل في أجواء مهيبة أمام واجهة المتحف المطلة على أهرامات الجيزة، وضم مزيجا من العروض الموسيقية والأوبرالية والاستعراضية التي تعكس عراقة الحضارة المصرية وروحها المعاصرة. ويقود الأوركسترا الموسيقية المايسترو ناير ناجي ومشاركة أكثر من 120 موسيقيا وفنانا من 79 دولة. ويقود الأوركسترا الموسيقية المايسترو ناير ناجي بمشاركة أكثر من 120 موسيقيا وفنانا من 79 دولة، فيما وضع الموسيقى التصويرية للحفل الموسيقار هشام نزيه، الذي قدم مقطوعات حصرية تمزج بين الأصالة والحداثة. وتضمن الاحتفالية عروضا فنية لعدد من النجوم المصريين قدموا لوحات تجمع بين الفن المصري الأصيل والفنون العالمية، إلى جانب مشاركات متميزة لفنانين شباب. وتأتي هذه الاحتفالية لتؤكد أن مصر ما زالت مركزا للحضارة والفن والإبداع، ورسالة إلى العالم بأن تاريخها العظيم مستمر بروح جديدة تجمع بين الهوية المصرية والتطور المعاصر. ويأتي هذا الظهور ليؤكد استمرار ارتباط الجمهور بالفنانة الكبيرة التي شكلت جزءا مهما من الذاكرة الفنية المصرية والعربية، وليعيد الأمل في إمكانية رؤيتها مجددا على خشبة المسرح أو في عمل فني جديد قريبا. وده كان الفيديو اللي معانا النهاردة. دمتم بأمان الله وحفظه، وأشوفكم في فيديو جديد وخبر جديد، ويلا مع السلامة.